حبايبي عاملين ايه؟ كل عيد وانتوا بخير يا رب. تعالوا كده بقى نروح مع بعض نصلي صلاة العيد ونشوف هنصور ايه، وكمان لما نرجع هنعمل ايه. اول حاجة كده بصوا، شايفين البهجة اللي هم عاملينها عند المسجد؟ جميلة 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 فعلا فعلا. يعني العيد ده ليه بهجة سبحان الله كده، خاصة في كل حاجة. كمان هنا بقى ملقناش مكان فطلعنا فوق عند السيدات عشان نصلي. وهنا خلاص كان الصلاة خلص، وابتدوا بقى يحتفلوا بالبلالين الجميلة اللي نازلة دي. على فكرة أنا خدت بلالين كتير، بس عارفين يا حبايبي، عبال ما قدرت أطلع من الزحمة كان كام بالونة فرقعت، مفضليش إلا بالونتين اتنين بس. مش قادرة أقول لكم، بصوا الاحتفال بعد الصلاة بيبقى لذيذ ازاي. زي ما انتم شايفين كده الناس فعلا، يعني كبير وصغير عمال ياخد في البلالين، يعني ليها بهجة فعلا لذيذة. وهنا بقى كانوا كمان بيحتفلوا بالشماريخ اللي هي بتطلع لون جي، كانت برضو جميلة جدا. وهنا بقى خلاص كنا مروحين كده في الشارع ورايحين على البيت عشان نشوف هنفطر ايه. تعالوا بقى نشوف هنفطر ايه. اول مرة اول مرة في عمري كله ابدا، يعني ابدا يومي بالفطار ده، اللي هو الفتة واللحمة، يعني زي السنة. اول مرة بصراحة اعملها، بس قررنا بقى انا واختي وعيال اختي نعملها السنة دي. كل سنة وكلكم طيبين، وكل سنة وكلكم بخير يا رب، وبصحة وسعادة. واجي طبق اللحمة طبعا اللي بقاله شوقة شوقة ما دخلش البيت. كان ليكي وحشة يا غالية، كان ليكي وحشة. واجي طبق الشوربة، وكمان صينية الفتة، تسلم ايديها تسلم ايديها. الاكل كله كان زي السكر. ربنا يا رب يخليها لولادها يا رب. وعايزه اقول لكم بقى صينيه الفته ديت، بصوا كانت قلب الشقه كده، قلب الشقه من ريحه الخل والثوم. كل سنه وكلكم طيبين، كل سنه وكلكم بخير.